بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل المش النهارده بطريقه سهله وبسيطه، واول مره ان انا بعمل المش في البيت بصراحه، واول مره اعرف ان هو بيتعمل من الخلاصه بتاعه اللبن. انا سألت واحدة حبيبة وعزيزة عليا، قالت لي ان احنا بنعمله من الخلاصة اللي بتطلع من فرز اللبن. فانا هجرب معاكم اول مرة ان انا هستخدم الخلاصة دي، وهشوف هتبقى النتيجة شكلها ايه. هنجيب الحلة بتاعتنا اهيت، وهنفضي فيها الخلاصة اللي هي جايباها دي. هي شبه اللبن بالظبط كده، بس تحس ان هي تقيلة شوية. ممكن نجيبها من عند حد بيعمل لبن، بيفرز لبن في البيت، او نجيبها من عند معمل. نجرب كده، نسأل حد برضو لو هيديها لنا، وبنعمل فيها الجبنة بتاعتنا وبتبقى حلوة وكويسة. والمش برضو في البيت بيبقى له طعم تاني، بتجيبيه وتحط فيه جبنة برضو فلاحي، بتبقى عندك لما تحب ان انت تجهزيها لفطار او لعشاء، بتبقى طبعا حاجة نظيفة وحاجة انت مستعملها ايه في البيت. هنحط بقى الخلاصة بتاعتنا على البوتاجاز اهيت، وهنسيبها لما تقرب تغلي كده، وهنضيف لها ورقة ملح. هنضيف عليهم ورقة ملح كاملة. هي قالت لي زودي الملح ما تخافيش. كمان انا عندي برضو الحبة المش اللي عندي بصراحة، اللي انا هزود بيهم المش اللي انا بعمله ده قليلين، وملحهم بقى خفيف. فانا ضفت ورقة كده كده علشان ايه؟ يزود الملح بتاع الجبنة اللي انا هضيفها للمش، وفي نفس الوقت يحافظ عليها وما تتهريش مني بسرعة. كل ما الجبنة بيبقى ملحها عالي، كل ما بتبقى عطيها لما تيجي تحفظيها بتديكي نتيجة كويسة، وبتفضل معاكي وبتغيب عندك. انا والله عاملاهم ايه، في برطمان صغير كده، وبحب ان انا ايه كل ما الجبنة تخلص اضيف لهم جبنة تانية، تبقى عندي على طول، لاني ما بستغناش عنها. هنسيبهم بقى لما يغلوا كده. بصي يا حبايبي، بتغليها كده على الهادي، بتكون مهديه الشعلة عليها، وويا التقليب المستمر، ما بتسيبيهاش بقى وتركنيها يعني، لان اتضح ان هي بتفور زيها زي اللبن بالظبط. فلازم تبقي انتي موجوده جنبها ومهديه البوتاجاز على الاخر، وتفضلي ملاحظاها لحد ما اللون بتاع اللبن اللي هو الابيض ده بيديكي بقى ايه اللون اللي هو بتاع المش الجميل، اللي هو اللون الاصفر الفاتح. عايزه تجمديها زي ما الست قالت، بتغليها لما بتبقى معاكي بس جزء بسيط خالص كده زي الخلاصه اللي هي العجوزه، وتبقى لونها بني قوي ومغموق. لكن لو انت عايزه ان يبقى لون المش فاتح كده، عادي مفيش مشكله. ممكن ان انت ايه تغليها شويه لحد ما تحسي ان اللبن ابتدى ان هو ياخد اللون الاصفر، وتسيبيها على الوضع ده. كمان هي قالت لي بقى ان انا بقى ممكن اجيب كيلو فلفل احمر، واشيل البذور منه والعنق بتاع الفلفله، وافرمها بكوبايه لبن مغليه، واضيفها على الخلاصه ديت اللي انا بعملها او المش ده لما يبرد. واكون ضربت الفلفل باللبن في الخلاط ونعمته قوي، واقوم ضيفهم على بعض، وكده يبقى انت عملتي المش. فانا بقول لكم المعلومه دي لان انا دلوقتي مش مجهزه بصراحه الفلفل ولا عندي، بس انا هزود بالمش اللي انا بعمله ده المش القديم اللي موجود عندي، فانا مش هحتاج ان انا احط له الفلفل الاحمر اللي انا بقول عليه. لكن اللي عايز يعمل بقى مش من البداية، بيجيب الخلاصة اللي انا بشتغل بها دي، وهيغليها على البوتاجاز وهي كمية الملح المناسبة للكمية برضو اللي انت جايباها. وبعد كده هتجيبي فلفل اللي هو الاحمر اللي هو الطويل او الرومي، وتنضفيه من البذر وتضربيه في الخلاط بكوباية لبن تكوني غلياها ومبرداها،
وتضيفيهم على بعض، وكده بتعملي احلى مش في البيت بطريقة جميلة ونظيفة وسهلة. وبعد كده ممكن تشتري بقى اللي هي الجبنة القريش عادي برضو من عند ناس تكون انت ضمناهم، او من مكان نظيف برضو، لو انت بتتبعي محل يكون نظيف وفيه الجبنة بتاخدها منه تكون مضمونة. وبعد كده بتضيفيها في برطمان مع بعضها، وبتعملي احلى جبنة بمش، احلى جبنة قديمة، وبتبقى عندك في البيت وقت ما بتحتاجيها بتستخدميها. والله بص بسم الله ما شاء الله، ريحة اصلا الخلاصة ديت وهي بتستوي كأنك بتسوي سمنة بلدي. بالامانه ريحتها جميله جدا، لان هي طبعا قالت لي ان دي خارجه من الزبده اللي هي بتلفها، فواخده ريحه السمنه البلدي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي ابتدى يتقل اهوت، وابتدى اللون يتغير بقى، يدي اللون اللي هو اللون المش الجميل. لو انا بقى عايزه اتقله اكتر من كده، او انت عايزه تخلي المش يبقى تقيل عن كده وياخد اللون البني، ممكن انت تسويه اكتر من كده بشويه، لكن انا عايزاه يعني بالدرجه دي علشان انا هزود بيه اصلا مش عندي. بس انا حبيت اوريكم الطريقه، وان هو فعلا الخلاصه ديت هي ديت اللي بيطلع منها المش اللي كلنا بنحبه وبنحب نضيف له، اللي هي الجبنه الفلاحي بتاعتنا. انا خلاص كده بقى هطفي عليه وهسيبه يبرد، وهزود بيه الجبنه اللي عندي. اتمنى يا حبايبي ان الطريقه تكون عجبتكم، وان الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه، ويسعدني وجودكم معانا. وبألف صحة وعافية يا رب، وأحلى مش هتعمليه في البيت وتستخدميه بطريقة صحية ونظيفة، وبألف هنا وشفا.